السلام عليكم، ازيكم يا أولى إعدادي؟ في الفيديو ده إن شاء الله هنحل مع بعض التقييم التالت، بس قبل ما نبدأ الفيديو لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ولو حد حابب يشترك معايا في جروبات الأونلاين هسيب لكم رقمي في الديسكريبشن بوكس، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هنبدأ فيها هي الأداء الصفي. عايزنا نرتب الجملة، دايما زي ما قلنا كده بنقول بنرتب الجملة ازاي. بنبدأ بأول كلمة مبدوءة بكابيتال، فين اللي هي سي، هي دي المبدوءة بكابيتال معناها إنه أو إنها. طب أحط الإن ولا الجم؟ أكيد طبعا الأداة الأول. سي تون جم، إنها أستيكة. ما ينفعش الأداة تيجي في الآخر كده من غير وراها حاجة. سي تون جم. طب بعد كده السؤال التاني هنبدأ بسوسون عشان دي المبدوءة بكابيتال، معناها إنهم. زي ما قُلنا لازم نبدأ بالأداة الأول وبعد كده الاسم، يبقى ce sont des livres، إنهم كُتب، ce sont des livres. طب رقم 3 هنعمل بإيه؟ هنبدأ أول حاجة بالQ apostrophe دي، Q apostrophe. طب إيه ده؟ ده على فكرة سؤال على بعضه، سؤال على بعضه لو أنت مش عارف شكله عامل إزاي هتتلخبط فيه. بعد الQ apostrophe هنحط الEST وبعدها كاسك، هي على بعض اسمها كاسكسي، فهتبقى السو ديّة هي اللي رقم 3 وبعد كده الكو رقم 4 وبعد كده رقم 5 هي كلمة سي. طب عايزين نشوفها على بعض عشان شكلها يبقى عارفينه. هنقول كاسك بالشكل ده أهي، حُط شرطة، حُط الكو، كاسك كده أنا كتبت كلمة كاسك يعني ماذا، وبعدها هاحط كلمة سي، كاسكسي معناها ما هذا، يبقى على بعضها كده معناها ما هذا. لازم تبقوا عارفين شكلها لإن هي طويلة فممكن تتلخبطوا لو أنتم مش عارفينها ترتيبها عامل إزاي. كده إحنا خلّصنا الأداء الصافي، نيجي بعد كده للواجب الأسبوعي، مدّيني قطعة نترجمها واحدة، واحدة وهنعرف نحل عليها إن شاء الله. بيقول لي هنا je m'appelle ليلى مراد، أنا اسمي ليلى مراد. j'ai 13 ans، أنا عندي 13 سنة. j'ai 2 sœurs، أنا عندي أختين رنا وهدى. je suis collégienne، أنا طالبة في الإعدادي. j'ai un sac bleu، يعني أنا عندي شنطة زرقا. dans mon sac في شنطتي je mets، أنا باحط إيه بقى 4 stylos، باحط 4 أقلام جاف، une رجل باحط مسطرة، une gomme أستيكة، 2 كُل باحط فيها اللي هو الكُل اللي هو tube du cul اللي هو الأنبوب اللاصق الصمغ، des cahiers وفي كراريس بقى ما عدِّتش كام بس هي قالت كراريس كتير، des livres كُتب برضه كتير، des ciseaux مقص، et un sac وهتحط إيه، هتحط سماعة. دي الحاجات اللي هاحطها في الشنطة بتاعتها. تعالوا بقى نشوف الأسئلة. بيقول لي كيلاج ليلى، يعني إيه كيلاج؟ كيلاج يعني بتسأل عن عمر ليلى زي ما كنا بنقول كيلاجاتو، هنا قايل لك كيلاج ليلى يعني عندها كام سنة؟ إحنا قلنا إن هي عندها 13. طب يعني إيه 13 بالفرنش؟ 13 في الفرنش يعني 13، يعني 13 يبقى 13. طب رقم 2 كيا ان sac bleu، مين اللي معاه شنطة زرقا؟ وإحنا جبنا سيرة مين؟ ليلى، وقُلنا إن هي عمّالة بتتكلم عن نفسها، يعني إحنا رنا وهدى ما قالتش حاجة عنهم غير إن هي قالت إن هم أخواتها، لكن ما قالتش حاجة عنهم، هي بتتكلم عن نفسها، فقالت J'ai، أنا عندي sac bleu، يبقى الشنطة دي بتاعة مين؟ يبقى بتاعة ليلى. طب رقم 3 بيقول كاسك ليلى met dans mon sac، ماذا ليلى تضع في الشنطة؟ خلّي بالنا بقى عشان هي قالت السيزو وقالت الستيو وقالت الكل، ولكن هي قالت أعداد معيّنة، فهي قالت إن في 4 أقلمة جاف، une رجل مش موجودة تحت، une gomme مش موجودة تحت، قالت 2 كُل وهنا قايل لي 4 فدي تبقى غلط ما تنفعش. des cahiers des livres des ciseaux، هي قالت في مقص، والمقص دايمًا بييجي يتجمّع خلّي بالكم، بس هو مقص واحد. طب هو تحت قايل إيه؟ قايل تحت 4 ciseaux 4 مقصّات، فدي طبعًا ما تنفعش. هو فوق قال مقص وهنا قال 4 مقصّات فما تنفعش، فما فيش غير مين؟ غير 4 stylos 4 أقلام جاف. تمام، دي كده السؤال إيه اللي هو choisis. نيجي بعد كده للأسئلة بتاعة كاسك وعندنا الرد عليها بيكون بوي أو نو. نشوف أول سؤال. est-ce que رنا est la sœur de ليلى؟ بيقول لي هل رنا أخت ليلى؟ نطلع كده هي قالت إن رنا تبقى أختها، عندها أختين، عندها رانيا رنا سوري وهدى، فهو بيقول لي هي رنا أخت ليلى؟ أيوه صح، يبقى هنرد بإيه؟ هنرد بوي. هاقول وي ولو عايزة أكمّل الجملة أشيل اسك وأنزّل الجملة زي ما هي طالما الإجابة بوي ونعمل قامة صغيّرة كده. وي رنا est la sœur de ليلى، أيوه رنا أخت ليلى. طب السؤال التاني، اسك ليلى a 2 كاسك، عندها 2 سماعة؟ طب نطلع كده نبُص، هي قالت إن في 2؟ لأ هي قالت ان، طالما غلط يبقى هاقول له no وأقول الإجابة الصح. no أحط كومة صغيرة، أشيل الS وأنزّل الجملة عادي، بس أول ما أوصل عند الdo أكتب وطبعًا هنشيل حرف الS، بس كده.
ده كده الواجب الأسبوعي. نيجي بعد كده لآخر حاجة وهو التقييم ومدّيني complete. بيقول لي en classe il y a في الفصل يوجد، لأ ده في حاجات كتير أوي، عايز تكتب حاجتين، 3، 4 اللي أنت عايزه. il y a أقول إيه بقى؟ il y a des مثلًا table في ترابيزات واعمل كوما لو هاكتب كذا حاجة، ما اكتبش كل شوية اللي هي معناها لأ ما باكتبش كده، باعمل كوما وبعدها أقول مثلًا دي chaises في كراسي. وعند آخر حاجة أنا هاكتبها أحط الET، يعني أنا لو هاكتب حاجتين كنت هاحط الET دي هنا، يعني أنا في ترابيزات وكراسي، لكن مش هاكتب 3 حاجات لأ، يبقى كوما، كوما، كوما عند آخر حاجة أحط الA، ومثلًا أقول un bureau في مكتب. بس كده، كده إحنا حلينا أول سؤال. تاني سؤال بيقول لي dans mon sac في شنطتي je mets أنا أضع ده كانت موجودة فوق في القطعة، أكتب بقى أي حاجة، مثلًا des stylos في أقلام، آآ أدي des stylos. ممكن أحط مثلًا كوما كده وأقول مثلًا des livres، في كمان كُتب. ممكن أقول et une trousse، في هنا une trousse. خلّي بالكم أنتم لو كتبتوا حاجة واحدة ما فيش أي مشكلة، عادي، المهم إن إحنا نكتب حاجة ونكون الspelling بتاعها صح. سؤال رقم 3 je veux يعني إيه je veux؟ ده verb vouloir يعني أنا أريد. طب عايزة أكمّل أقول إيه؟ ممكن أقول مثلًا je veux 4 livres، عايز 4 كُتب s'il vous plaît اختصارها كده SVB. 4 livres وهنا نحط S عشان 4 كُتب يبقى جمع. 4 livres s'il vous plaît. رقم 4 dans le collège أخدنا الحاجات اللي موجودة في المدرسة، أكتب بقى حاجة، 2 أيًا كان، فأقول له dans le collège il y a يوجد، وأقول مثلًا 20 classe في 20 فصل. ممكن أقول إيه تاني، أحط كوما كده وأقول مثلًا une bibliothèque. تمام، أدي كتبنا bibliothèque. ممكن أحط إيه كمان، ممكن مثلًا نقول et آخر حاجة بقى هنكتبها ونقول مثلًا un terrain de sport، يعني في ملعب رياضي. ممكن أقول il n'y a pas لا يوجد لو إحنا مش عايزين نقول il y a، بس دي أسهل طبعًا. il n'y a pas وأقول بقى ما فيش كذا وكذا وكذا. طب رقم 5 ce sont، خلّي بالنا بعد ce sont لازم تيجي بعدها اسم جمع. طب أقول مثلًا إيه، إنهم des livres كُتب، وبس كده. ce sont des livres ما ينفعش تحط حاجة مفرد. لو كانت c'est كنا نحط حاجة مفرد، لإن c'est معناه إنه أو إنها، أمّا ce sont معناه إنهم، فلازم حاجة بعدها جمع. كده نكون خلّصنا فيديو النهارده. لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ولو حد عنده أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، أشوفكم في فيديو جديد. au revoir.